يا صباح الخير، تعرف ان باسبورك المصري يخليك تسافر 17 دولة من غير تأشيرة؟ يلا جولة حول العالم. من اجمل الدول اللي ممكن تروحها هي ألبانيا. ليه ألبانيا بقى؟ علشان دولة رخيصة جدا، ولو انت اكيل فهيعجبك الاكل هناك قوي لانه ميكس بين الاكل التركي والاكل الايطالي. ولو انت من محبي الطبيعة يبقى لازم تروح مدينة فلورا. البحر والطبيعة مع المناظر والجبال بجد هيبهرك. وكمان ما تنساش تزور نهر شالا، وده مصدره من جبال الألب، ودي منطقة شبه تايلاند بالظبط. بجد المناظر فيها روعة. اما بقى لو انت من عشاق الاماكن الاثريه يبقى هتعجبك مدينه بيرات. فيها منازل ومساجد على الطراز العثماني، بجد تحفه. أهم المدن اللي لازم تروحها هي مدينة تيران. مدينة تيران كلها أنشطة هتعجبك جدا. لو انت معاك أطفال أسرة المدينة دي هتعجبكوا قوي. ولو انت من محبي باريس روح مدينة كروتشي هناك، وهي هتفكرك بباريس بالظبط. وكمان ما تنساش تعمل جولات بحرية في بحيرة أوريدي، ودي من أجمل المناطق اللي هتخليك تشوف جبال الألب كده وتستمتع بيها. كمان من الحاجات المهمة اللي لازم تجربها أول ما تروح هناك هو التلفريك. المنطقة هناك هتعجبك جدا. وكده دي أهم الأماكن اللي ممكن تروحها لو رحت ألبانيا. ولو عايزين تعرفوا إيه الدول التانية اللي ممكن تروحوها من غير تأشيرة اكتبولنا في الكومنتات.